السلام عليكم، معكم مصطفى العلوني، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بودكاست نيميش. في هذه الحلقة سوف نستضيف أحد يوتيوبرز جمعية قتل الوحوش، والذين كانت صاحبة هذه اليوتيوبر لسنتين، وثم عادت إلى التنزيل في اليوتيوب، ما شاء الله اللهم لا حسد ضربت في المشاهدات. رحبوا معي بعاشقة البصلة المدعوة نونا من قناة نونا رياكشن. السلام عليكم نونا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مصطفى العلوني، يشرفني حضوري معكم وأسعد بالتقائك مصطفى العلوني. شكرا شكرا. لو لاحظتم أيها المتابعون، تقريبا هذه أول مرة تسمعون فيها صوت نونا. صحيح. كل شيء يحدث عندنا، كل بركة تحدث عندنا. المهم يا نونا، لقد استضفناك في برنامج بودكاست نميش، والذي هو برنامج كأي بودكاست عادي، مقابلة بين يوتيوبرين، لكن تعرفين الفرق ما بينه وبين البودكاستات الأخرى؟ أجل، هذه مرة أنا أعرف. تظاهري بأنك لا تعرفين. حسنا، لا أعرف ما هو الفرق. الفرق بينهم هو أن برنامجنا برنامج قصير جدا، 10 دقائق، 5 دقائق، ربع ساعة. أطول حلقة فعملناها لحد الآن 25 دقيقة، والتي هي صراحة أحسن حلقة مع فايرتيوب. أنا من أشد متابعي هذا البرنامج وأنا أعرفه جيدا، لذلك لن تحشر لي أسئلة صعبة. لا 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 تخافي. المهم يا عيال، لكي لا نطول أكثر في المقدمة، دعونا نبدأ بالسؤال الأول. أول سؤال يا سيدة نونا يقول: هل يمكنك أن تحكي لنا قصة انضمامك إلى جمعية قتل الوحوش؟ بالتأكيد. شوف يا مصطفى العلوني، كنت أنا وإخوتي أخوي نافاش وليد، كنا نشاهد هكذا اليوتيوبرز. كانت عندنا قنوات من زمان، لكن لم نكن ننزل فيها، فقط قناة فقط لكي نشترك لليوتيوبرز ونتابع يوتيوبرز هكذا. فكنا نتابع هكذا اليوتيوبرز، وخاصة القنوات التيم الفرقاء، ليس يوتيوبر هكذا لوحده، لا، يوتيوبرز الذين معهم فريق عمل، ونراهم كيف ينزلون ولا يسحبون، يمنتجون منتج خرافي وفلوس وأفكار إبداعية. فقال لنا نافاش: لماذا لا نفتتح قناة يوتيوب ونتعاون نحن كإخوة؟ هذه قناة واحدة لكن لنا الثلاثة، أي واحد ينزل مقطع ينزل، واحد فينا يقدم والآخران يمنتجان له، يمنتجان يضعن موسيقى وصور وهذه الأشياء. قلنا له: أكيد، أوكي، فكرة جميلة، فكرة رائعة. فصنعنا قناة. كانت عندنا قناة سابقة سماها نافاس كوشا، نزل فيها فقط مقطع، لكن تلك قناة التجريبية، تلك القناة فقط لكي يجرب. لكن بدايته الحقيقية صنع قناة سماها قناة نافاش، ونزل فيها أول فيديو كان يمنتجه. سألنا، قلنا له، قال لنا: كيف نسمي هذا التيم الخاص بنا؟ أنا قلت له: تيم الإخوة الثلاثة، لكن قال لي نريد اسم مضحك واسم كرياتيف. فلا أدري، أتذكر نافاش كان لديه عدو ما، لن نصرح اسمه، كان يقول أو يلقبه بالوحش. فقال لي: أريد أن أضع اسم تيمنا هكذا، نكاية في هذا الوحش، لكي أظهر عداوتي للوحش. فسماها قناة جمعية قتل الوحوش. كان سيسميه فريق قتل الوحوش، لكن سماه جمعية قتل الوحوش. فسميناه هكذا، ونزلنا أول مقطع، كان طبعا خاص بنافاس، لكن هو مقدم ونحن منتجنا له. ثم تذكرنا بأنه لدينا صديقنا كشك الفلافل، هذا أحد أصدقائنا القدامى، حتى هو كان كنا اقترحنا عليه من زمن فكرة اليوتيوب، لكن لم تكن رسمية، فقط نتكلم هكذا حديث عشوائي. فأخبرنا بأننا شرعنا قناة تسمينا قناة نافاس، وما نحن الآن تيم جميع قتل الوحوش، وأنت إديتور ماهر، لو أردت أن تنضم إلينا لكي تصير إديتور معنا. قال لنا: موافق. ومن ذلك اليوم شارك كشك الفلافل معنا، انضم إلينا وصرنا تيم كامل. وبقية الأعضاء تواصلوا معنا عبر الإيميل، مثل فايرتيوب ودورا وأعضاء جدد سوف يأتون إن شاء الله. تواصلوا معنا عبر الإيميل وأخبرونا، ونحن قبلنا انضمامهم. قصة جميلة، قصة جميلة. المهم يا نونا، ننتقل الآن لكي لا نطيل أكثر إلى السؤال الثاني. سؤالنا الثاني وهو:
نتذكر يعني في أحد مقاطع نافاس صوره ريد، يعني كان يتكلم عن أسباب السحبة. كان يقول يعني من أحد الأسباب أننا نعمل بعض المقاطع لنونا وريد، ويعني في ذلك الوقت لم ينزل ولا أي مقطع عنكم، لا في قناتك ولا يعني في قناة نافاس. يعني يمكنك أن تحدثين عن هذه المقاطع، أو يعني هي مقاطع ملغية؟ شوف يا مصطفى العلوني، في الحقيقة يعني ليش مقاطع ملغية ولا شيء؟ مقاطعي أنا يعني بعضها نزلت وبعضها اتلغى. يعني ما مثلا مقطع قفزة أسطورية وإنترو القناة، هؤلاء يعني من تلك المقاطع التي وضعناها في ذلك الأسبوع. فلكن يعني أنا لم يكن عندي نفس أن أنزلهم، ولكن عندما جاءت سنة 2023 نزلتهم. وأما مقطع دوران أسطوري فهو يعني مقطع أنا صنعته لوحدي، يعني كجزء ثاني للمقطع قفزة أسطورية. وأما بالنسبة لمقاطع ريد فهو يعني كان يقصد مقطع اللسان العربي، كنا بدأنا نضع له البحث، لكن فقط يعني وضعنا البحث فقط، يعني لم نكن نحدد فكرة البرنامج يعني هكذا. وأصلا كنا مخططين في البداية أنه سوف ينزل في قناة نافاش، لكن بعدما صنعنا قناة جمعية الوحوش نزلناه هناك. ويعني فقط مقطع واحد من المقاطع يعني هو ملغي ولم ينزل ولن ينزل أبدا، وذلك بأمر مني. يعني مقطع كنت أضع فيه رياكشن حول فيديو من فيديوهات نافاش، فيديو ربما فيديو أقرأ تعليقاتكم أو أول فيديو لا أتذكر. المهم يعني كان يعني مقطع كرنج، ويعني ردة الفعل تمثيل. فيعني أنا قلت لا أنزل، أريد أن أنزل. بعدما شاهدته جاءني كرنج فقلت سوف ألغيه. هذا فقط، هذه هي القصة. كنت أتوقع يعني حماس أكثر، لكن مقطع قفزة ثانيتين يستغرق سنتين لكي ينزل. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث سيدة نونا. سؤالنا الثالث يقول: ما هو مستقبلك في اليوتيوب؟ صراحة يعني لدي الآن، أنا كتبت في دفتر اليوتيوب يعني بعض خطط مستقبلية، فيديوهات مستقبلية في اليوتيوب إن شاء الله. يعني سأبدأ إن شاء الله بتسجيل فيديوهات حقيقية يعني بصوتي، وفيديوهات طويلة 10 دقائق 6 دقائق 7 دقائق، وليس فقط أي هبت أصنعه في سكراتش. لا تخافوا. فيعني لدي الآن فكرة سلسلة أبدأها، وهي شروحات سكراتش. ويعني هذه لحد الآن الفكرة التي هي في رأسي، وربما سوف أبدأ أضع رياكشنات، لكن ليست عندي يعني لا أدري على ماذا سوف أضع رياكشن. هذا هو مستقبلي في اليوتيوب، يعني الله أعلم. يعني إجابة يعني كما يقولون ما قل ودل. وآخر سؤال يعني في أسئلة هذه المقابلة الماتعة والشيقة يقول: ما هو رأيك يا سيدة نونا صراحة في مقاطعنا فيديوهات قناة بودكاست نيميش؟ يعني فيديوهاتكم صراحة يعني مبتكرة نوعا ما، ويعني ليست مثل أي البودكاستات الباقية، يعني مجرد مقابلة وكذا نصائح وتجارب، يعني كيف تكون أفضل شخص في العالم. لا، يعني مقابلة مضحكة فيها أسئلة يعني نوعا ما غريبة ونوعا ما عادية. ويعني الوصف هو أكثر شيء يميز يعني قناتكم. الوصف صراحة وصف هبد، غباء. ولديكم يعني أحيانا بدأتم تنزلون كثير من الفيديوهات يعني خارج نطاق البودكاست، مثل قصة التزلج وقصة باي، وهذه تعرفوا على إلياس مشاهد نميش. قناتكم جدا رائعة. يعني وما هو أفضل فيديو في قناتنا بالنسبة لك لحد الآن؟ أكيد هذا الفيديو، يعني واضحة، الطيفة لوحدها يعني تكفي. حسنا، يعني لك من غير هذا الفيديو مقابلة مع 201 أنا أحبه جدا. كانت هذه مقابلة بين مصطفى العلوني ونونا في قناة بودكاست نيميش. ككلمة أخيرة تقدميها لنا يا ضيفة الشرف نونا؟ أشكركم مجددا على استضافتي في هذا البودكاست، سعدت جدا بالإجابة على أسئلتكم. يعني أسئلة جدا ممتعة، وأتمنى أن يكون الوصف يعني أفضل من الوصف السابق، يعني وصف غريبة كده، كلمات غبية وغريبة. إن شاء الله أكيد سوف نضعها.
إذا كانت هذه مقابلة بين مصطفى العلوني ونونا من قناة نونا رياكشن، أحد أعضاء جمعية قتل الوحوش. تعرفنا فيها على بعض المعلومات حول هذه اليوتيوبر ولأول مرة سمعتم صوتها. إذا لا تنسوا أن تضغطوا على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات. ترقبوا يعني المقابلات القادمة، شاهدوا المقابلات السابقة، شاهدوا فيديوهاتنا اللا بودكاستية. وكان معكم مصطفى العلوني من برنامج بودكاست نميش.